اخواتي مبرمجين اولى ثانوي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ميعادنا النهارده مع الجزء الثاني في المراجعه النهائيه. اتمنى يعني تبقى اتفرجت على الجزء الاول. الجزء الثاني ده هيبقى شرح الفصل ال 12 زي ما اتفقنا، الدرس الاول والثاني والثالث، وشرح الفصل ال 13 كله. فيلا بينا ونقول بسم الله. بسم الله. يلا بينا يا صديقي مع مراجعه الجزء الثاني. ماشي. الدرس الاول من الوحده ال 12 بعنوان الخوارزميات. يعني ايه خوارزميات او الجوريزم؟ هو طريقه او اجراء لحل مشكله معينه. يعني هي مشكله وبناخد لها شويه ستيبس او ايه خطوات ممنهجه عشان نقدر نحل المشكله ديت. طيب، عندنا في الخوارزميات متقسمه لحاجتين، حاجه اسمها او عشان نحل المشكله بنستخدم حاجتين، حاجه اسمها المخططات الانسيابيه وحاجه اسمها مخططات النشاط. المخططات الانسيابيه دي اللي هي ايه؟ فلو تشارت. مخططات النشاط دي اسمها ايه؟ اكتيفيتي دايجرام. دي شويه رسوم بيانيه التي تمثل الخوارزميات بطريقه مرئيه وشامله. مرئيه دي المهم يعني هي شويه خطوات بنتخذها او بنمشي عليها عشان نقدر نحل المشكله. طيب، نمسك اول حاجه المخطط الانسيابي او الفلو تشارت. بص يا باشا، بيبقى شويه ايه؟ رموز، وكل رمز فيهم بيعبر عن حاجه. يعني الرمز ده بيعبر عن الستارت والاند. طب الرمز ده بيديسبلاي اون سكرين او بيعرض حاجه في الصفحه. طب الرمز ده وهو الاوبريشن اند اذر بروسيسنج اللي هو عمليات عامه. طب الرمز ده وهو الانبوت اللي هو الانبوت والاوتبوت. طب الرمز ده الكونديشن. وبص انا بعد كل ده هقول لك الرموز اللي انت هتركز فيها قوي، دولت ما تركزش فيهم، مش هتتسال فيهم في الامتحان. انما الكونديشن ودي دولت اهم حاجه. تعال بينا، هو مدينا برنامج وعايزين نحله. بيقول لك هنا ويك اب ان ذا مورنينج. واحد صحي الصبح، هيشوف هنا بقى. بص ده هنا الرمز ده اللي هو ايه؟ اللي هو ده اللي هو الستارت. فهنا بدأ، هنا ستارت. ماشي. نيجي بقى للرمز ده، بيقول لك هو از ات ساني، اليوم مشمس. طب هنا في شرط. الشرط ده بيبقى اجابته يس ونو. لو يس ليف، خلاص غادر امشي على طول. طب لو نو، لو مش مشمس يبقى اكيد ممطر. فهتعمل ايه؟ هتحضر امبريلا، هتجيب امبريلا شمسيه وبعد كده هتغادر. خلاص بقى بعد كده هتغادر. فهنا في شرط اتسال، يا اما يس بيتجاوب عليه، يا اما بيس يا اما بنو. ماشي. نيجي لتاني حاجه وهي مخطط النشاط اللي هو ايه؟ اكتيفيتي دايجرام. هو طريقه مناسبه لتمثيل تدفقات العمليات المتوازيه. قائمه الرموز دي ستارت ودي اند ودي كنترول ودي ترانزيشن ودي كونديشن ودي بارلل بروسيس ودي السند. دي ايه يعني؟ شويه ايه رموز لازم تحفظها. ماشي. هنا ايه بيقول لك؟ يعني برنامج او بيعرض حاجه بين الكاستمر والاي تي ام. الكاستمر اللي هو انا مثلا والمكنه الايه؟ الاي تي ام. ستارت بين كاستمر واي تي ام. دخل الكارد اللي هو الباسورد بتاع الكارد اللي هو البي اي ان، وبعد كده بيكونفيرم الويزدرول اماونت، بيشيك على المبلغ السحب اللي هو عايز يسحبه. بعد كده بيدخل مبلغ السحب، وبعد كده بيحدد عمليه السحب وبيحدد مبلغ السحب. بعد كده هنا ويزدرو كاش، الكاش بتاعه بيطلع. واند دي عمليه اند. بس كده الموضوع بسيط. بص سهل، والموضوع ايه يعني؟ هو ماشي في طريق واحد، ما فيهوش ايه اللي هو زي المخطط الانسيابي، يعني ما فيهوش ايه اللي هو يا ده او ده. لا، هنا ماشي الموضوع ايه؟ في يعني في حاجه ايه؟ متوازيه، حاجه دايركت على طول. ماشي. هيكل التحكم. بيقول لك هنا يمكن تمثيل الخوارزميات بشكل اساسي باستخدام ثلاثه هياكل تحكم جنبا الى جنب مع الادخال والاخراج. عندنا ثلاث انواع من ايه؟ من الاستراكشر. اول حاجه sequential structure، وثاني حاجه repeating structure، وثالث حاجه branching structure. sequential structure بتبقى حاجه ورا حاجه. يعني هنا ايه؟ ستارت بدأ، هنا لازم بروسيس 1 تتحقق، بعد كده بروسيس 2، يبقى حاجه ورا حاجه ستيب باي ستيب.
طب هنا ريبيتنج دي يعني تكرار، يعني عمليه لوب. هنا لوب كونديشن، فهنا مثلا بروسيس واحد بتتحقق مره واثنين وثلاثه لحد ما تحقق الكونديشن. بعد كده ايه؟ يعني هنا البروسيس بتعمل لوب لحد ما تحقق الكونديشن. لوب ده يعني تكرار، يعني مثلا ممكن تكررها واحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته لحد ما تحقق المطلوب، وبعد كده خلاص بتقفل. طب هنا في كونديشن اللي هو بيس او نو، اللي هو مثلا ايه؟ هنا انا ايه؟ صحيت من النوم، الستارت بتاعي لقيت مثلا الجو مشمس، خلاص همشي. طب لو مش مشمس هجيب ايه؟ شمسيه، وبعد كده ايه؟ همشي. طيب تعالى بقى تعريف لغه البرمجه. لغه البرمجه هي لغه تستخدم للتعبير عن الخوارزميات بطريقه يمكن للكمبيوتر فهمها. يشار الى انشاء برنامج كود المصدر باستخدام لغه برمجه. باستخدام البرمجه تتم كتابه البرامج باستخدام لغات البرمجه التي ترجمتها الى لغه الاله التي تفهمها الكمبيوتر. بص فكك الكلام ده كله، تعال انا اقول لك. لغه البرمجه هي شويه اكواد بتديها للكمبيوتر عشان يعمل لك حاجه معينه، او شويه اوامر بتديها بص، البرمجه هي شويه اوامر بتديها للكمبيوتر عشان ينفذ لك حاجه معينه. طب الاوامر دي ايه؟ دي لغه البرمجه. ماشي. لغه البرمجه دي الكمبيوتر بيفهمها على هيئه ايه؟ زيروهات ووحايد. طيب ايه اللغه بقى اللي الكمبيوتر بيفهمها؟ بيفهم حاجه اسمها الماشين ليرنينج او لغه الاله. تمام؟ يبقى انت لغه البرمجه دي انت بتكتبها، وبعد كده الماشين لغه البرمجه دي بتتحول لحاجه اسمها ماشين ليرنينج، دي اللي الكمبيوتر بيفهمها. ايه بقى اللي بيحول؟ دي مش عليك بس انا بقولها لك. ايه اللي بيحول لغه البرمجه اللي انت بتكتبها للماشين ليرنينج اللي الكمبيوتر بيفهمها؟ حاجه اسمها كومبايلر. كومبايلر ده في النص كده حاجه ايه؟ بتحول من لغه البرمجه للماشين ليرنينج. امثله على لغات البرمجه: بايثون، جافا سكريبت، سكراتش. بايثون دي اللغه المستخدمه في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والاحصاء، ويمكن تنفيذها باقل اسطر برمجيه. لغه سهله. طب الجافا سكريبت دي لغه خاصه بالمواقع بس، لغه لا يمكن تشغيلها او تنفيذها الا داخل متصفح الويب، مما يجعلها مثاليه لاغراض متعلقه بالويب. طب السكراتش هي لغه برمجه مرئيه تم تطويرها للاغراض التعليميه. تكون البرمجه باستخدام الكتل، وهو امر منطقي وسهل الفهم. طيب يبقى دي لغه برمجه مرئيه تم تطويرها للاغراض التعليميه بس، انت ركز على دي. وهو لو هيسالك في الامتحان هيسالك على دي بايثون او جافا سكريبت من الاخر. اوكي كده خلصنا الدرس الاول، نخش على الدرس الثاني. بص بقى يا معلم، احنا كده دخلنا في البرمجه، كده دخلنا في لغه البرمجه بتاعت البايثون. طيب المتغيرات البنيه الثلاثيه. طيب تعالى اول حاجه نمسك البرنت. البرنت دي لو عايزين نطبع حاجه، نعرض حاجه على الشاشه، فبيقول لك هنا ايه؟ يعرض سلسله الاحرف او القيمه داخل الاقواس. بتبقى عامله كده برنت ونفتح قوسين وهنا كده سعيد، فهتتعرض على الشاشه قدامك سعيد. ماشي؟ يبقى سلسله الاحرف محاطه بعلامات اقتباس اللي انا عملتها مفرده نصف العرض او علامات تنصيص مزدوجه، دي او دي كده، ينفع الاثنين عادي. يقول لك هنا لاحظ ان القيم الرقميه لا يجب ان تحد بعلامات تنصيص. يبقى العلامات الرقميه بتبقى مثلا ايه؟ 5 من غير اي علامات تنصيص خالص او علامات اقتباس. طيب هنا بيقول لك ايه؟ برنت هلو خالد، يعرض هلو خالد. طبعا بيعرض من غير علامات تنصيص، بيعرض الكلمه بس اللي انت كتبتها. طب هنا رقم برنت 2023 فيعرض 2023. يبقى الارقام مش بنحط لها علامات تنصيص، انما النصوص بنحط لها علامات تنصيص. بص بيقول لك هنا ايه؟ اكسكيوشن ريزلت الهلو خالد و2023. اوكي يعني ايه متغير بقى؟ متغير يعني variable. متغير ده يعني حاجه بنخزن فيها قيمه احنا عايزين نستخدمها في اي وقت احنا عايزينه. بص بيقول لك ايه؟ مثل مربع لتخزين البيانات، يمكن تخزين البيانات واسترجاعها من المتغيرات. مثال برنامج لعرض نص كايرو. بص هنا عامل لك برنامج صغير سيتي ده متغير اسندنا له قيمه اسمها كايرو. الكايرو دي نقدر نستخدمها في اي مكان احنا عايزينه بقى. نيجي مثلا ايه؟ عايزين نعرض السيتي، فبنعمل برنت سيتي. ليه؟ بص بقى،
ليه ما حطيناش علامات تنصيص؟ لان ده فاريبل. طب لو عملنا برنت وهنا علامات تنصيص، ايه اللي هيتعرض؟ هيتعرض سيتي، كلمه سيتي. احنا مش عايزين نعرض كلمه سيتي، احنا عايزين نعرض الحاجه اللي متشاله جوه سيتي، الحاجه اللي متشاله جوه المتغير. سيتي ده المتغير، فاحنا بنطبع متغير ينفع يتغير في اي وقت. يعني سيتي كايرو ممكن اجي في النص البرنامج واقول مثلا سيتي بتساوي اسكندريه، جيزه، فلما اجي اعمل برنت سيتي بتطبع ايه؟ جيزه. فهنا ايه اللي هيتعرض؟ هيتعرض كايرو. ماشي. بص بيقول لك هنا في البرمجه لا يعني الرمز ده متساوي، بدلا من ذلك تعيين الجانب الايمن للجانب الايسر. بص بيقول لك دي يعني مش يساوي، دي يعني احنا بنسند قيمه لقيمه، يعني بنحط الكايرو بنحطها في السيتي، بنحطها في المتغير. بس بيقول لك هنا الجانب الايمن للايسر، الجانب الايمن للايسر. تمام؟ يعني مثلا هنا A بتساوي 5. ايه ده متغير، ده فاريبل، اسندنا له قيمه اسمها 5، فدي مش يساوي، دي اللي هو بنسند قيمه لقيمه. طيب طبعا احنا في مراجعه ليله الامتحان اللي هتبقى الاسئله بس، يعني انا عايز اقول لك مثلا ان ثلاث ارباع المراجعه بتتكلم بس في الموضوع ده. يعني في اسئله كتير جدا جدا هتتغرق اسئله. معامل التخصيص ومعامل الحسابي. معامل التخصيص شيء مثل ده يستخدم لتعيين قيمه الى متغير. خلاص احنا شرحنا العلامه دي يعني ايه. طب المعامل الحسابي يعني زي بلس او ناقص او ضرب او اسم او بص العمليات الحسابيه بتاعتنا بقى. بص بقى يا عمنا هنا A بلس B اديشن اللي هو جمع طرح، دي العلامه دي اللي هي ايه؟ في العلامه دي اللي هي على، العلامه دي اللي هي هقول لك انا، انت مثلا عندك الاي ب9 والبي ب2، ف9 هنا بنقسم 9 على 2 بتساوي 4.5، بس ده مش الناتج، هنا عايز الرقم الصحيح بس بناخد الاربعه. طب دي باقي القسمه، يعني مثلا 9 على 2 بتساوي 4.5، طلع رقم عشري مش رقم صحيح، يعني ما طلعش 4. فبنعمل ايه؟ بنجرب الرقم اللي تحت ده، ف8 على 2 طلع لنا رقم صحيح، يبقى كده خلاص نقف. نعمل ايه بقى عشان نطلع باقي القسمه؟ ناخد الرقم ده والرقم ده ونطرحهم من بعض، 9 ناقص 8 بتساوي 1، يبقى ده باقي القسمه بتاعنا. ماشي؟ وده يعني اس، يعني مثلا لو ايه 3 وبي 4 يبقى 3 اس 4 اعتقد 81. 3 في 3 ب 6، 6 في 3 ب 18 مش فاكر بكام بالظبط، بس هو ايه 3 اس 4. هو بص هنا اصلا مديك برنامج A بتساوي 5 وB بتساوي 3. تمام؟ هنا ده فاريبل وده فاريبل، اسند له قيمه وهنا اسند له قيمه، فبقى الايه هيتعامل هنا على طول خلاص، مش هيتعامل بالخمسه والثلاثه دولت في البرنامج كله، وهيتعامل كله ايه بالمتغيرات بتاعتنا الاي والبي. الاي سجلناها ب5 والبي سجلناها ب3. A بلس B ما قالكش 5 زائد 3 وقال لك A بلس B هتبقى 8. 8 اهي. ماشي؟ A ناقص B 5 ناقص 3 2. A في B 5 في 3 15. طب هنا A على البي بواحد وشويه الارقام دولت. طب اللي هو الاثنين اللي هو اللي احنا قلنا عليهم دولت قلنا بنقسم وبعد كده ناخد الرقم الصحيح، فهو هنا اصلا قسم، يعني هنا القسمه بس هنا خد الرقم الصحيح. طب وباقي القسمه 5 على 3 بتساوي الرقم اللي هو الغريب ده 1 مش عارف 6 6 6. طب 4 على 3 بتساوي ايه؟ اللي هو الرقم الغريب برضو دوت. لا 4 على 3 برضو هتطلع رقم عشري كده، يعني انا ما اعرفش بس هو رقم غريب. طب ننقص الاربعه 3 على 3 هتطلع لنا ايه؟ 1. فهنا يساوي، فهنا عمل الموضوع على كم مرحله؟ على مرحلتين، فهنا هتبقى 2 زي الفل قوي. ليه قلنا 2؟ 5 ناقص 4 ب1، طب 3 ناقص 1 ب2، فهنا عمل الموضوع على مرحلتين. طب ده اس 5 على اس 3، 5 اس 3 بتساوي 125 زي الفل قوي. كده يا باشا خلصنا الدرس الثاني ونخش على الدرس الثالث على طول. بص برضو الموضوع سهل هنا قوي. عندنا حاجه في لغه البرمجه اسمها هيكل الحلقه او اللوب. اللوب دي بنستخدمها، بتبقى عباره عن حاجه اسمها فور، تبقى شكلها عامل كده.
فور فاريبل، ده يعني بيديك ايه شكل الاستراكشر بس. فور فاريبل ان رينج كذا وبروسيس تو ريبيت. فكك الكلام ده كله، انت ايه خلينا في المهم على طول. هنا الموضوع اللوب ده يعني تكرار. طيب بص طريقة الكتابة هنا الرينج، هو هنا الرينج هنا ده الفاريبل رينج. فهنا مثلا انا عايز اخش لك في المثال على طول. ماشي خلينا هو هنا عامل لك برنامج بيعرض الاعداد الصحيحة من 0 إلى 3. فهنا عامل لك فور اي ان رينج 0 4. عايز يطبع ايه؟ عايز يطبع الاي اللي هو الفاريبل بتاعنا. فالاي هنا بقى بص، طالما مديك في الرينج رقمين بس يبقى ده الستارت، يبقى ده الستارت بتاعنا مش ده الاند. ده بننقص منه واحد، ومن بعد ما ننقص منه واحد يطلع لنا رقم الاند. ف4 ناقص 1 بتساوي 3، فده الاند بتاعنا. فالبرنامج ده هيطبع لنا 0 1 2 3 ونقف لحد هنا الاند بتاعنا. بص هنا طلع لنا ايه بقى؟ هنا ايه 0 1 2 3. تمام. مثال تاني، برنامج بيعرض ارقاما فرديه من 1 إلى 5. بص يا عمي، عايز اشيل دي. طالما مديك هنا بقى 3 حاجات مش حاجتين، يبقى ده الستارت ومش ده الاند. بننقص منه 1 يبقى 7 ناقص 1 بتساوي 6، يبقى 6 دي 6، يبقى 6 دي هي الاند. طب وثالث حاجه دي ايه؟ دي اسمها انكريمنت، يعني تكرار. يعني لما نيجي نكتب مش هنكتب 1 2 3 4 5 6، لا هننط بالاثنين هتبقى 1، بعد كده هننط بالاثنين هتبقى 3، بعد كده هننط بالاثنين هتبقى 5، هنيجي ننط بالاثنين تبقى 7، لا احنا اخرنا 6 بس، فبس ستوب لحد كده. هتبقى الناتج بتاعنا 1 و3 و5. تمام. طب لو مدينا رقم واحد بس، يعني مثلا لو هنا حطيت لنا في الرينج 4 بس، يبقى ورق مش رقمين، بنعمل ايه؟ 0 1 2 3 عادي. بناخد ده اكنه الاند بتاعنا وبننقص منه 1 عشان يطلع لنا الاند اللي احنا عايزينه، النهايه. طيب كده احنا خلصنا الفور لوب. نخش على حاجه فور لوب اللي هو التكرار. نخش على حاجه اسمها هيكل التفرع او عامل المقارنه. طيب دلوقتي عندنا العمليتين اللي هو اكس از ايكوال تو، ماشي. بص لما يجي يديك 2 يساوي، يبقى ده بيقارن، بيقول لك هنا اكس بيساوي 7 از ايكوال تو 7. طب دي علامه التعجب بعد كده كلمه يساوي، دي الاكس لا تساوي ال70. طب هنا الاكس هتبقى اصغر من ال70، طب هنا الاكس اكبر من ال70، هنا الاكس اصغر من او يساوي ال70، هنا الاكس اكبر من او يساوي ال70. طبعا الحاجات دي مفهومه اصلا ودي الرموز بتاعتهم. طيب نخش بقى على الكونديشن. طبعا كل الكلام انا بقوله ده انا مغرقك اسئله في فيديو المراجعه النهائيه. انا بس ايه يعني الفيديوهات دي بس انا عايزك تمشي عليها سريعا تفهم بس الفكره، عشان فيديو المراجعه النهائيه هتلاقي دلع حرفيا. بص كل اللي انت محتاجه هتلاقيه موجود. مش بحل كده خلاص، انا بحل بشرح. طيب نخش بقى على الكونديشن. الكونديشن دي يعني ايه؟ يعني لو حصل كذا نفذ كذا، طب لو ما حصلش نفذ كذا. لو دي يعني اف يعني لو، قاعده اف لا لو. طيب بيقول لك انا التعبير الشرطي تعبير يحدد اذا ما كانت شروط قد تم استيفاؤها وارجاع صحيح اذا تم استيفاؤه، واذا لم يتم استيفاؤه وخطا اذا لم يكن كذلك. ماشي. فاف والس، يعني ايه اف ويعني ايه الس؟ تعالى اف وبيدينا الكونديشن. يعني مثلا اف لو سعيد جاب اكتر من 70 اطبع ناجح. طب لو سعيد جاب اقل من 50 خلاص بقى بيخش على الالس على طول. ماشي. طبعا هنا هو بيبقى ايه؟ مثلا اكس اللي هو الاكس دي اللي هي درجه الامتحان بتساوي 60. تمام. هل سعيد ناجح؟ يعني او الاكس اكبر من ال50 عشان هي درجه النجاح. لو الاكس اكبر من ال50 اطبع ناجح.
طب لو الاكس اصغر من ال 50 اطبع ساقط، هنا الاكس اكبر من ال 50 فهيطبع اللي هنا اللي هو ناجح. طب لو هنا الاكس بقى بتساوي 40 وهنا قال لك الاكس اكبر من ال 50، لا الاكس اصغر من ال 50 فهنا مش هتطبع ناجح، هنا هتخش على طول على الالس وهتطبع ساقط. تعال نشوف برنامج هنا اهو يا عم، انا لسه بقول لك هنا بيقول لك برنامج بيحدد النجاح والسقوط. طيب هنا مديك الاكس بتساوي 70، خلاص اداك هنا فاريبل بيساوي 70، دي اللي هي درجه الامتحان من الاخر. طيب اف اكس، لو الاكس اكبر من او يساوي 60 اطبع ناجح، بيقول لك هنا الريزلت اطبع ناجح. طب لو الاكس اصغر من او يساوي 60 اطبع ساقط. بص هنخش هنا على else وبعد كده الريزلت فيل، وبعد كده في الاخر خالص في اخر البرنامج خالص بنحط برنت ريزلت. برنت ريزلت اطبع النتيجه يا باس يا فيل. طبعا احنا احنا هنا باس، احنا هنا جايبين اكبر من ال 60. طيب ماشي، بص بقى يا عمي، احنا خدنا الاف لا لو، ولو ما تحققش بتخش على طول على الالس. الس دي اللي هي ايه؟ اللي هي لو نفذت كل الحلول. طب احنا ممكن يبقى عندنا اف وعندنا اف ثانيه، بس هل بنكتب اف واف ثانيه؟ لا، بنكتب حاجه اسمها ال اف. تعال نفهم يعني ايه ال اف. هنا مديك برنامج بيتست سكور. طيب ماشي، هنا بيقول لك مديك فاريبل الاكس ب 70، بيقول لك ان ايه لو الاكس اكبر من او يساوي 90 يبقى الجريد او الدرجه بتاعتي او التقييم بتاعي ايه، الجريد از ايه. طب هنا ببص بقى هناك ايه، لو اللي هو لو تاني لو الاكس اكبر من او يساوي ال 50 الجريد از بي. طب خلاص بقى لو الحلول كلها نفدت يعني ولا ده اتحقق ولا ده اتحقق بنخش على طول على الالس. الالس دي مالهاش شرط، دي مالهاش شرط، هنا في شرط وهنا في شرط. لو كل الشروط ما اتحققتش بنخش على الالس. وهنا الريزلت هنسند الريزلت جريد از سي وبعد كده نطبع في الاخر الريزلت. طب اصلا في الاساس بتاعنا الاكس بتاعتنا بكام؟ ب 70. يبقى هنا هيخش على اول حاجه هيلاقيها اللي هي اكبر من او يساوي 90 فهيطبع خلاص هنا ويخرج من البرنامج. خلاص هيطبع جريد از ايه. لو جينا نبص على النتيجه، لا ثانيه ازاي الاكس ازاي ال 70 اكبر من 90؟ سوري معلش. هيخش هنا في الشرط ده الاكس اكبر من او يساوي 90، لا اول شرط ما اتحققش فهيخش على الشرط اللي بعده. الاكس اكبر من او يساوي 50، ال 70 اكبر من او يساوي 50 فهيطبع البي فهتبقى جريد از بي. تمام؟ بس كده انا كده زي الفل. انا كده شرحت لك الفصل ال 12. بص الفصل ال 13 هتلاقيه في المراجعه النهائيه اللي هي مراجعه ليله الامتحان. تمام؟ يعني انت اصلا عايز اقول لك ان 3/4 المراجعه النهائيه اللي هي ليله الامتحان الفصل ال 12 والفصل ال 13. الفصل ال 13 عليه اسئله كتير جدا جدا جدا. انا حالل بشرح، مش حالل بس، انا حالل كل سؤال وشرحه بالتفصيل الممل. عايزك تتفرج على الفيديو ده كويس. يبقى كده انت معاك المراجعه النهائيه الاولى والمراجعه النهائيه الثانيه، هتتفرج بس عليهم. انا والله ما عايزك اللي انت تحفظهم، انا عايزك تتفرج عليهم تفهم بس، عشان لما تيجي تخش فيديو مراجعه ليله الامتحان ده هيبقى حل اسئله بس تبقى فاهم. عشان الفيديو مراجعه ليله الامتحان حالل وشارح الاثنين مع بعض، مش حالل بس. كنت هقول لك فكرني. اللي هتلاقي على المنصه بتاعتنا منصه سعيد.com، سعيد.com، هتلاقي عليها المراجعه النهائيه الجزء الاول والجزء الثاني. هتلاقي في اف دي واف دي، هتلاقي كويز هنا 15 سؤال وهنا كويز 15 سؤال. هتتفرج على فيديو المراجعه النهائيه الجزء الاول مشكورا وتخش تحل على الكويز، وهتلاقي في الاخر موديل انسر طلع لك. هتتفرج على الفيديو بتاع المراجعه النهائيه الجزء الثاني وتخش تحل الكويز 15 سؤال،
وتشوف انت فهمت الدرس ولا لا. تخلص الليله دي كلها على السريع عشان نخش على فيديو ليله الامتحان، لان ده هو بص الضربه القاضيه، الضربه القاضيه حرفيا. اشوفك على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.